السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم آلاء هشام، مدربة تنمية بشرية واستشارية علاقات أسرية. هنتكلم إن شاء الله النهاردة مع أول حلقة من برنامج إحنا معاكم للمغتربين. إن شاء الله بإذن الله تستفيدوا، لأن برنامج بإذن الله هيتكلم عن الحياة الزوجية للمرتبطين، سواء بقى مخطوبين أو متجوزين، للمغتربين. وطبعا السناجل اللي ناوية على السفر إن شاء الله تابعنا، لأن برضو هيستفيدوا علشان يتفادوا الأخطاء اللي وقع فيها غيرهم. هنتكلم ان شاء الله النهارده، ندخل في موضوعنا على طول. ايه هي الغربه؟ الغربه دي يا جماعه عباره عن بعد شريك الحياه عن شريكه حياته، سواء بقى لاهداف كتير جدا. اولهم الهدف المادي، ان هو عايز يظبط حياته هو وهي ماديا، تمام. بيبقى عباره عن جسد بيتحرك في الغربة تبع عقله وقلبه مع شريكة حياته اللي هو سايبها لوحدها هناك. فبالتالي الناس كلها بتحسد الشخص ده، وهم مش عارفين المعاناة اللي هو عايشها. الزوجة لو بصينا للزوجة في الناحية التانية هتلاقيها زوجة ماشية بجسد وعقل وقلبها مع شريك حياتها، مع كثرة الضغوطات والمسؤوليات اللي بتبقى عليها، وانها فجأة بتبقى ام واب في نفس الوقت، بتقوم بدور الراجل في كل حاجة. فبالتالي مع الضغوطات دي كلها بيحصل فيه ضغط نفسي، بيحصل فيه بمعنى صح مسؤوليات كتير جدا عليها. فبالتالي بتواجه ده ازاي؟ الله اعلم. بيبقى دايما السؤال اللي بنسأله: هل البعد، المسافات، بتأثر على العلاقة الزوجية أو المشاعر، الود والمحبة بين الاتنين؟ تعالوا نشوف، وخلينا نتفق على حاجة: إن أنا لما أحط إيدي على مشكلة، أو معنى صح أنا عايزة أحل مشكلة، لازم أحط إيدي على المشكلة كويس أوي وأعرفها. في ناس كتير بتقول أنا مش بحب المواجهة، أنا إزاي هواجه نفسي بالحاجات اللي هسمعها منك دلوقتي؟ خلينا متفقين إن إحنا الحلقة دي هتبقى عبارة عن صراحة، ونتكلم بصراحة ونواجه بعض، ونحط ايدنا على المشاكل اللي الناس كتير بتتغافلها، ناس كتير بتتناساها، ناس كتير مش عايزة تفتحها اساسا ولا تفكر منها، لانها بتزعجهم وفي نفس الوقت بتأثر عليهم وعلى نفسيتهم. فخلينا نواجه بعض بأثر الغربة على الزوجة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية نتكلم عن أثر الغربة على الزوج. طب ليه بدأت بالزوجة؟ لأن كتير من مجتمعاتنا بيبصوا للزوجة وبيصبروها، ده كفاية إن هو مسافر وكفاية إن هو متغرب علشانك انت والعيال، استحملي ومش عارفة ايه وهكذا، وبرضه مش عارفين المعاناة اللي هي عايشاها. فانا برضه حبيت يعني ايه، مش نظام الانصاف او كده، لا، حبيت برضه ابدا بيها علشان زي ما بيقولوا السيدات اولا، تمام. نبدا ان شاء الله. نتكلم عن اثر الغربة على نفسية الزوجة. اول حاجة، الزوجة بتحس بالوحدة الشديدة جدا، في افتقاد للدفء العائلي، في افتقاد للاستقرار الكامل. الزوجة بتتجوز اساسا، او البنت بتتجوز علشان تكون اسرة مكونة من شريك حياتها واولادها. بتحس وبتطمئن نفسيا لما تلاقي كلهم معاها افراد الاسرة مكتملين، فبالتالي بتفقد الاحساس ده اصلا ان جوزها مسافر. ادي اول حاجة، يبقى هي بتحس بالوحدة. اتنين، بتتأثر بالجانب الجسدي جدا، لان طبعا احنا عارفين ان الجواز اساسا من اول حاجة فيه العلاقة الحميمة اللي بتحصل. العلاقة الحميمة بتعفي الراجل والمرأة عن حدوث اي حاجة خارج اطار الشرع. فبالتالي لما الزوج بيبعد عن الزوجة فترة طويلة جدا، فبالتالي مفيش علاقة، فبالتالي الجسد بيتأثر، وبالتالي النفسية نفسها بتتأثر. فخلينا ناخد بالنا، حتى لو البنت نفسها او المرأة نفسها ما اتكلمتش، فهي برضو متأثرة سلبيا بعدم وجودك جنبها في الحتة دي او في النقطة دي. رقم 3، بتفقد الاحتواء من الزوج مش موجود، لانه اكتر حد بيحتوي المرأة زوجها، لان في الفترة دي عموما خلاص ده شريك حياتها، هو اللي بيحتويها، هو اللي بيطبطب عليها، هو وهكذا. فده كله بتفقده بمجرد ما هو مش موجود معاها، وخاصة بيأثر على الزوجة. رقم 4، بتزيد مسؤوليات الزوجة، وخاصة انها بتصبح زي ما قلت، بتصبح ام واب في نفس الوقت، بتقوم بحاجات الراجل كان بيعملها او الراجل هو المفروض يعملها. فبالتالي هي بتبقى عليها كل الضغوطات دي، والمسؤوليات نفسها كلها بتزيد. وخدوا بالكم ان الزوجة اساسا ربنا خلقها زي ما قلنا انها بتبقى زوجة، مكانها تبقى زوجة، مش انها تبقى زوجة وزوج في نفس الوقت، فبرضه المسؤوليات بتبقى شديدة عليها جدا. 5، ساعات بتشعر بالفشل وبالاختناق وبالاكتئاب، وبتدخل في ضغط نفسي كتير بمجرد انها بتحس انها مقصرة في مسؤولياتها، او مثلا بتتراكم بعض المسؤوليات عليها او الضغوطات عليها في فترة معينة، سواء بقى امتحانات الاولاد، سواء بقى حاجات كتير، فبتحس انها بالاختناق والكآبة وهكذا. فبالتالي تلاقي جوزها في اخر الليل: انت كئيبة وبتكلميني، فهو برضو مش حاسس بالموضوع ده، فلازم يقدر الموضوع ده. وهنتكلم في الحلقات السابقة على الحاجات دي ان شاء الله، وازاي اتعامل وهكذا. نكمل. 6، بتحس بالجوع عاطفي. يعني ايه جوع عاطفي؟ اولا الزوجة بتستأنس بجوزها، يعني لازم الزوجة في اخر الليل تقعد تحكي له اللي حصل
ومش عارفه حصل ايه في البيت، وحصل ايه مع اصحابها، وحصل ايه مع مامتها، وهكذا، تقعد تفضفض. فهي مش هينفع تقعد تفضفض له ازاي هو اصلا في الغربه، وبيرجع تعبان، بيرجع عايز ينام او عاوز يكلمها يطمن عليها والاولاد وينام على طول. فهي بتفتقد الجو ده، الجو العاطفي او جو الفضفاضه ده بتفتقده تماما، فمش بتلاقي حد يسمعها، فبرضه بيحصل فيه كبت للحاجات دي كلها. 7، بيحصل فيه هاجس خوف. يعني بتتولد عن البعد والانشغال الزوجة عن مراته واهتمامه بيها. بتقول مثلا احنا عارفين ان الراجل اصلا قليل الشكوى، ونادرا لما بيظهر ضعفه، مع ان ده غلط، واللي معروف ومتعاهد ان الزوج والزوجة بيبقوا شريك حياة، يعني هما الاتنين خلاص الحواجز بينهم انتهت او زابت، فبالتالي اساسا هما الاتنين مش بيفكروا في حاجه زي كده. اللي تعبان من حاجه بيقولها، بس طبعا اغلب الرجاله مش بيبقوا واخدين بالهم من كده او مش بيعترفوا بالحاجه دي، فهي بتبقى دايما قلقانه عليه، بتقول هو ايه المعاناه، هو مش بيقول لها غير حاجات معينه، حتى لو هو مثلا تعبان او هكذا او هكذا او كذا، مش بيقول لها غير حاجات معينه، فبتبقى دايما مشغوله عليه، وخايفة ان هو مثلا ممكن يخبي عنها حاجة. 8، بتدخل بقى في مرحلة الشك. لو المدة الزمنية بينهم طالت والزوج ما نزلش مثلا او خد اجازة او بعت لها او كده، فهو طب ازاي هو بيستحمل ده كله؟ طب ازاي هو مثلا انا بشتاق له؟ طب هو مش بيشتاق لي؟ طب هو مش بيحبني؟ طب هو كذا. والشيطان بقى شوشو يدخل يقول لها ده تلاقيه متجوز عليكي، ده تلاقيه كذا، ده تلاقيه مع واحدة تانية، ده تلاقيه كذا، ويبدأ بقى الشك يظهر في حياتهم، ويبدأ بقى هي تكلمه بقرف ومش عارف ايه وهكذا. ده مرحلة تانية. 9، بتخرج عن التوازن النفسي والجسدي والعاطفي، فبيؤدي لحدوث مشاكل ممكن تتولد على صحتها. يعني تلاقيها مثلا حصل لها اضطراب نفسي، اتعكس على جسمها، اجالها مرض معين. ده برضو من كتر الضغط او ضغط المسؤوليات او الكبت اللي بيحصل حاجات كتير من كده. مشكلة بقى تانية، اعتياد الزوجة على غياب جوزها وابنائها. هما الاتنين متعودين، الابناء والزوجة متعودين على غياب الزوج، فبيحصل ان هما لما الزوج بيرجع بيحصل تصادم، اختلاف بيئة بقى، كل واحد ده عايش حياة معينة وده هم عايشين حياة معينة من غيره، فلما بيرجع بيصطدموا سوا. الزوجة قايمة بدور الأب والأم، فلما الأب بيرجع هي مش ينفع ترجع دورها تاني أم، أو بتلاقي صعوبة في كده، هي أصلا كانت بتوجه وبتعمل وهكذا، فلما الأب بيرجع هي مش ينفع تسكت لأن خلاص هي اتعودت على كده، فبيحصل صدمات كتير بسبب الموضوع ده. وبيحصل حاجة كمان، ان هم اساسا خلاص اتعودوا على ان الاب هو الممول المادي فقط للأسرة، غير كده مفيش. حاجة كمان، بتقع بقى تحت طائلة كلام الناس، اللي يقعد بقى يواسيها، يا حبيبتي ده معلش ده جوزك لسه مسافر يا عيني، طب هيرجع امتى، طب هو طول ازاي، وكلام الناس طبعا انتوا عارفين ما بيخلصش. وطبعا كتير من الناس جدا اللي بتتأثر بكلام الناس وبتأثر على نفسيتهم. في حاجة كمان، ان طبعا لو الزوجة مش متدينة ومش عارفة ربنا، ممكن تقع في ذئاب المجتمع زي ما احنا عارفين في غياب جوزها. لو الزوجة متدينة وصالحة بتستحمل وبتتقي ربنا وبتحفظ عرض جوزها وهكذا. طبعا في حاجة كمان احب اقول لها، ان من كتر غياب الزوج عن الزوجة بيحصل فيه انها بتتحول. يعني بتتحول بقى، يعني هي بتبقى قايمة بدور الراجل والست. طب ايه اللي بيحصل؟ بتتحول بقى انها بتبقى راجل. يعني ايه بتبقى راجل؟ يعني زي ما احنا بنسميها بالعامية بتاعتنا بتسترجل، انها خلاص بقى هي اللي شايله المسؤولية كلها فوق راسها، انت مجرد بنك فلوس انا بجيب منه الفلوس وهكذا. طبعا دي بعض المشاكل او بعض الحاجات او الاثار اللي بتنتج من الغربة واثرها على الزوجة. طبعا احنا لو بصينا للزوج ان شاء الله في الحلقة الجاية هنتكلم عن المعاناة اكتر بكتير كمان. طب احنا ازاي نواجه الحاجات دي او ازاي نصلحها او ازاي مثلا مش نقع في الحاجات دي؟ هنعرف ان شاء الله برضو في الحلقات القادمه ان شاء الله. عايزاكم اول حاجه نعمل شير للفيديو، نتفاعل جدا يا جماعه، تفاعلكم ده هو اللي بيشجعني اكتر، لان انتوا بتوصلوا رسالتي لاكبر عدد، وده حاجه تهمني جدا، لان انا كل اللي يهمني الرساله توصل ونأثر في الناس، والناس تتقي ربنا، والناس فعلا تتغير وتبدا حياه جديده وتستجيب، فده كله بيفرحني. فنستجيب ونتفاعل مع الفيديو، شير وكل واحد يكتب رأيه. تاني حاجة نعمل مش ننسى نعمل سبسكرايب للقناة بتاعة اليوتيوب، عشان ان شاء الله الفيديو هينزل عليها رقم 1 وبعد كده هينزل على الفيس. ونعمل فولو بقى على الانستجرام، والصفحة نعمل لها مشاهدة اولا، لما حد بيعمل اعجبني بيتك على مشاهدة اولا، عشان لما ننشر اي حاجة على الصفحة بيجوله في الاشعارات بتاعته الخاصة ان الصفحة اتنشرت عليها. سعيدة جدا ان كنت معاكم، ونستنى الحلقة الجاية ان شاء الله يوم الجمعة الساعة 10 بتوقيت القاهرة، مع اثر الغربة على حياة الزوج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا هشام.